رجاله الزلمه على البركه. هذا مع وشه على الجنة، لا حساب ولا عقاب، مو مثلنا يا حسن. امبارح كان راكب موتور كيف صار عنده سيارة؟ ليش ليكون احسن مني ويشتغل بهي الشركة؟ رجال قلبه صار باوروبا وترك الشقة. يا رجل بين محلي ومحله 10 امتار، ليك الزباين عنده وانا ما حدا قال لي تريد؟ لا ما تريد. شو لك؟ صاحبنا اشترى مزرعة. وين؟ لك من وين؟ كان معه شحاطة اليوم معه ايفون. تخيل الاعمى عم يقول للناس اللي بتشوف من وين النظر. حاج والله حاج، كل واحد يلتهى بحاله. الدنيا مليانة فرص، بس انت مو حابب تتعب حالك بالتفكير. بالوقت اللي كنت انت فيه عم تاكل ختيار الكبة، الناس كانت عم تاكل قهر وتوتر وتعب وهموم. بالوقت اللي كنت انت فيه عم تحاول توصل لصاحبتك، في ناس كانت عم تحاول توصل لحلها. اللي غير موتوره لسيارة قطع عن دم اولاده اللقمة ليقدر يوصلهم للمدرسة شوية دفع. واللي اشتغل بالمكان الفلاني عيونه استندت على الدموع تبقى مفتحة وتشوف هدفها منيح. واللي عايش بأوروبا وترك الشقة مثل ما قلت حضرتك، هذا غامر بكل شيء وشاف خسارة كل شيء قبل ما يشوف المربح. يعني هي معادلة تجاه مع هالكون وتخلي، بس لما يشتاق لأمه أخ هيك الدنيا وهيك القسمة. لذلك فكر بحالك وحياتك، فكر منيح. الحسد عم يسبب لك وجع، انت بغنى عنه. حب الخير للناس تلاقيه بدربك، وتأكد حياتك هي نتيجة أفكار خير من ربك وحده وما فيك تمنعه عن خير. بصراحة الحاسد مثل شخص حامل شمسية وعم يشوف المطر عم ينزل على الكل. لا عليك يا أخي، شيل هالشمسية عنك وصدقني رح يوصلك المطر، صدقني رح يوصلك.